هنبدأ صح وغلط concept 3.1. أول سؤال The spacecraft takes about 5 months usually longer to reach to Mars. هل السبيس كرافت بتاخد حوالي 5 months أو أكتر علشان توصل للمارس؟ طبعا صح. The car's toy need a source of energy. هل الكار توي اللعبة محتاجة source of energy؟ طبعا صح. The energy stored in a soap dispenser is potential energy. طبعا الطاقة المختزنة في السوب dispenser هي فعلا ال potential energy. The energy produces from sun is light energy only. هل الطاقة اللي بتطلع من الشمس هي اللايت energy فقط؟ طبعا غلط. السؤال اللي بعد كده light energy is produced only by electrical bulb. هل اللايت انرجي هي بس اللي بتطلع من الالكتريكال bulbs؟ طبعا غلط، في الثيرمال كمان. The stored energy in the spring is kinetic energy. هل الطاقة المختزنة في السبرينج في الخيط او في الزنبرك بتاع العربية او اللي انت بتلعب بيه اللي هو is kinetic energy؟ طبعا غلط، هو potential. Energy can't be created nor destroyed. طبعا احنا عارفين القانون ده the law of conservation of energy. طبعا صح. in electric iron اللي هي المكوى الكهربائية electric energy converts into thermal one. هل الالكتريكال بتتحول لثيرمال؟ صح. in cell phone electric energy stored in battery. هل في التليفون الالكتريك انرجي متخزنة في الباتري؟ طبعا الباتري يا ولاد اللي متخزن جواها بيبقى كيميكال، فده غلط. The primary and main source of fuels is moon. هل القمر هو مصدر الطاقة الأساسي؟ طبعا غلط، ده the sun. السؤال اللي بعد كده coals are from renewable fuels. طبعا غلط. biofuels are renewable. البايوفيولز فعلا renewable متجددة. liquid fuels were formed from the remains of plants and animals. liquid fuels بتتكون من بقايا البلانتس والانيمالز that lived millions years. طبعا الكلام ده يا ولاد غلط. الليكويد فيولز فكركم بحاجة، الليكويد فيولز ده نوع من انواع البايوفيولز ملوش علاقة بالفوسيل فيولز، والتعريف ده تعريف الفوسيل فيولز. هي الفوسيل فيولز هي اللي بتتكون من البلانتس والانيمالز، مش البايوفيولز اللي هي النوع بتاعها ليكويد. coal is used in cooking food. هل الكول بستخدمه في cooking food؟ طبعا صح. cars and trucks don't need fuel to move. العربيات والشاحنات مش محتاجين طاقة عشان يتحركوا؟ طبعا غلط، محتاجين. the primary ده سؤال متكرر بس بالwind. the primary and main source of fuels is wind. هل الرياح هي الطاقة الأساسية؟ لا طبعا غلط. fossil fuels are from renewable sources of energy. هل الفوسيل فيولز renewable؟ غلط. natural gas is used in cooking food. طبعا صح. wind is non-renewable. غلط. electricity has an important role. لها دور مهم in our life. طبعا صح. fossil fuels can be used only in generating electricity. هل الفوسيل فيول بستخدمها بس في إنتاج الكهرباء؟ طبعا غلط. فوسيل فيول ممكن تبقى وقود بتحرك العربيات، بتحرك التراكس. طيب fossil fuels are important in generating electricity. طبعا صح، مهمة في إن هي بتنتج كهرباء. صح. coal is only fossil fuels. هل الكول هو بس اللي فوسيل فيول؟ لا، احنا خدنا انواع تانية للفوسيل فيولز، natural gas واويل وجازولين. water is from non-renewable energy. هل الووتر non-renewable؟ الووتر non-renewable source of energy أو energy source؟ طبعا
غلط، الووتر يا ولاد renewable. ماشي، خدوا بالكم من السؤال ده، الووتر renewable. nitrogen is the cause of global warming. هل النيتروجين هو سبب الجلوبال وورمينج؟ طبعا غلط، ده غاز مين؟ كربون دايوكسيد جاز. oxygen gas is formed by burning of fossil fuel. طبعا غلط، ده الكربون دايوكسيد جاز. fossil fuels have negative impacts. تأثيرات سلبية on the environment. طبعا صح، فيها تأثيرات سلبية. وبكده هنبدأ concept 3.3. Oxygen combines with water. هل الأكسجين بيتحد مع الووتر vapor in the atmosphere and forms acidic rains؟ طبعا غلط، مش الأكسجين، ده الكربون دايوكسيد جاز. Wind is non-renewable. الويند non-renewable؟ طبعا لا، غلط، الويند والووتر يا ولاد renewable. In greenhouse the radiant energy في الجرين هاوس from the sun convert into electrical. طبعا غلط، ده بتتحول لثيرمال. The concave mirror is used in collecting and focusing sunlight. طبعا صح، concave mirror المراية المقعرة هي فعلا بتجمع وتركز أشعة الشمس عشان نعرف نعمل cooking للفود. Kinetic energy can be used in electric generation. هل الكاينتيك انرجي ممكن استخدمها عشان انتج منها كهرباء؟ طبعا صح، زي ما بنستخدم الووتر توربين والويند توربين. The input of the solar panels system is electric. هل الانبوت الطاقة اللي بتدخل اللي بستخدمها في السولار بانلز هي الالكتريك انرجي؟ غلط طبعا، ده هي الراديانت انرجي او السولار انرجي. sunlight known as radiant energy or radiation. طبعا صح. وبكده هنبدأ في مفهوم في concept 4.1. canyon formed at a short period of time. طبعا الكانيون ما بتتكونش في مدة قصيرة، يبقى السؤال ده غلط. the process of deposition occurs when sediments down. عملية الديبوزيشن بتتكون لما السيدمنتس بتترسب. صح. wind causes beach erosion. هل الويند ممكن يسبب عملية تعرية للشاطئ؟ الويند والووتر يا ولاد ممكن يعمل erosion. طيب نيجي بقى لوادي نقر in the country أو بنسميه وادي النقر بالإنجليزي ووادي نقر بالعربي. وادي نقر in the country of عمان. هل موجود في عمان؟ صح. erosion and weathering change the shape of earth's surface. طبعا صح. both of sand castle والكانيون can be formed in few hours. طب الساند كاسل ممكن تتكون في few hours، لكن الكانيونز لا. ما دام في جزء في السؤال صح وجزء غلط يبقى الاتنين غلط، يبقى كده غلط. There are some similarities. في بعض المتشابهات between sand castle and coastal rocks. هل في متشابهات، بعض المتشابهات ما بين الاتنين؟ طبعا صح. water may cause mechanical and chemical weathering. الووتر فعلا مشترك ما بينهم، يبقى صح. بعد كده chemical weathering occur due to the acid. الchemical weathering ممكن يحصل بسبب الأسيد that is produced from lichens or resin in some rains أو في بعض الرينز. طبعا يا ولد السؤال ده صح. limestone caves are formed due to friction. هل السؤال ده كده صح؟ لا طبعا غلط. اللايمستون كيفز لسه انا مأكده لكم عليها بتتكون نتيجه ان الووتر بيدوب المينرالز انسايد ذا روكس، فبيتكون حاجه اسمها dissolved minerals، يعني المينرالز المذابه، فدي اللي بتكون لي اللايمستون كيفز. crushing a piece of biscuit. لو انا خدت piece of biscuit وعملت لها crushing بايدي، يا ترى دي عمليه chemical weathering؟ لا طبعا، ده دي ميكانيكال، ما حصلش فيها اي تفاعل، تبقى ايه؟ ميكانيكال. limestone caves formed within few hours. هل اللايمستون كيفز بتتكون في ساعات قليلة؟ لا طبعا غلط، احنا قلنا ان عملية الويذرنج دي
بتاخد وقت طويل. You can see the reshaping of the earth's surface. هل انت بتشوف عملية إعادة تشكيل سطح الأرض during its occurrence وهو بيحصل؟ هل انت بتشوف الموضوع ده؟ لا غلط، انت بتشوف الأثر بتاعه. If there is no erosion، لو مفيش erosion there is no deposition process in another place. لو مفيش erosion مفيش deposition، صح. erosion and deposition are two linked processes. erosion والdeposition عمليتين مرتبطتين ببعض، صح. وكده هندخل concept 4.2. أول سؤال فيها بيقول the colored canyon، الكانيون الملون in Sinai في سيناء is formed due to erosion by water for a short period of time. طبعا غلط. There are no trees or plants grow on both sides of canyons. مفيش أي أشجار أو نباتات بتنمو بجانب أو على جانبين الكانيون. طبعا مش محتاجة إيه أكمل، السؤال ده غلط. The walls of canyons may be eroded by the effect of a river movement. هل جدران الكانيون بتتكون نتيجة تآكل أو تأثير الريفر، حركة الريفر؟ طبعا صح، مادام في ريفر في الماونتن يبقى في كان. big streams cause more than small streams. البيج streams بتسبب more erosion، يعني بتسبب more erosion، تآكل أكتر عن السمول ستريمز. طبعا صح، كل ما كان عندي المية أكتر وأكبر كل ما عملت more erosion، وكل ما كانت سرعة النهر أو سرعة الستريم أعلى وأسرع كل ما عملت برضو more erosion. all canyons have the same shape. هل كل الكانيونز عندهم نفس الشكل؟ طبعا غلط. canyons differ، بتختلف in colors and texture of the rocks. الكانيونز بتختلف في الألوان وفي الملمس، صح. dunes اللي هي الساند dunes are special types of valleys. هل الديونز دي نوع من أنواع الفاليز؟ لا غلط، ده إيه؟ الكانيون. deltas may contain fertile soil، فيها تربة خصبة which is suitable for cultivating معناها زراعة many crops. طبعا صح. canyons are similar متشابهين to each others. هل الكانيون متشابهين مع بعض؟ طبعا غلط، في اختلاف. plants on both sides of the canyons indicate the presence of water. النباتات اللي على جانبي الكانيون دليل على وجود المية. طبعا صح، لأن البلانتس دي محتاجة طبعا مية عشان تنمو. colored canyon الكانيون الملون is found in Sinai. طبعا صح، موجود في سيناء. canyon is formed due to weathering and deposition. هل الكانيون بيتكون نتيجة الweathering والdeposition؟ لا، weathering وerosion، يبقى غلط. the more water flows the more erosion. كل ما كانت المية بتتدفق أكتر كل ما عملت erosion أكتر، صح. there are lines in some canyons. هل في يعني طبقات كده أو خطوط في الكانيونز؟ طبعا صح. as rivers drain they create a variety of different landforms. طبعا صح. السؤال اللي بعد كده Grand Canyon is landform in South America. الجراند كانيون ده موجود في South America. طبعا غلط. The Grand Canyon is the largest canyon in the world. هو أكبر كانيون في العالم. طبعا صح. Gravity pulls rainwater downhill. هل الجرافيتي هي اللي بتسحب المية الشتاء تنزل لتحت؟ طبعا صح. Deltas are not formed by erosion. الدلتا ما بتتكونش بالإيروجن، أكيد طبعا. أمال بتتكون بإيه يا ولاد؟ بالديبوزيشن، برافو. wind and sand work together as forces. بيشتغلوا مع بعض كقوة of erosion. دي
دي بقتها deposition. الويند والساند بيشتغلوا مع بعض علشان يعملوا الايروجن والديبوزيشن. طبعا صح. بعد كده بيقول لي valleys and canyons are formed by erosion. الفاليز والكانيونز بتتكون بالايروجن. صح. The Nile River Delta was formed as a result of the rapid flow of the Nile River. طبعا صح. The Nile River Delta is square in shape. هل هو شكله سكوير؟ لا غلط. طبعا Nile River Delta هو triangular أو triangle على شكل مثلث لأنه دلتا. The Nile River Delta is the famous delta in the world. طبعا صح. هي أشهر دلتا في العالم. Deltas are formed by weathering. طبعا غلط لأنها بالdeposition. Silt. الكلمة دي مهمة. Silt طمي is made of very fine bits of sand, clay or rocks or rock materials. طبعا صح. The most delta for where flowing water enters still water. الدلتا بتتكون لما المية اللي بتمشي المتدفقة تقابل أو تدخل still water مياه راكدة. طبعا صح. Sand dunes are hills تلال that are made of sand. تلال من الرمال. صح. وبكده نكون خلصنا petrol falls.